سيبنا التكلفة بتاعت العشر نتايات وذكرين عاملين 7200 جنيه. حسبنا العلف 4500 جنيه. حسبنا البطاريات ب 10000 جنيه مثلا، وليكن من اعلى حاجة الثلاث بطاريات. يبقى دلوقتي احنا وقفنا على مبيع اول دفعة. بعنا اول دفعة ال10 نتايات ربنا كرمهم مثلا وليكن ب 70 ارنب في 2 كيلو، عاملين 140 كيلو في 100 جنيه ب 14000 جنيه. بعنا ب 14000 جنيه من اصل حوالي 20000 جنيه او واحد او خليها 22. هنتكلم النهارده يا شباب عن ازاي تعرف انت بتكسب او بتخسر في مشروع تربية الارانب، وازاي تحسب المكسب بتاعك او الخسارة بكل سهولة يا شباب، بكل سهولة. لان انا قعدت 10 سنين شغال في مشروع الارانب مانيش عارف انا بكسب او بخسر، ما كنتش عارف لحد ما عملت فكرة واحدة هي اللي خلتني عرفت اني بكسب او بخسر. قبل ما نبدأ الفيديو، اخوكم ابراهيم بلاط كفر الشيخ سيدي سالم، رقم التليفون 010 62 38 39 50. شكرا لكل متابعينا من داخل مصر ومن خارج مصر، متابعين بورصة المواشي مع ابو شهد، متابعين اسعار المواشي اليوم كنز الفلاح مع ابو شهد، متابعين تربية الارانب واسعارها اليومية، متابعين تربية الاغنام. جايين لكم باكتر من 5 مشاريع يا شباب، ارانب ومواشي واغنام، وان شاء الله هنخش في البط والدواجن ان شاء الله الفترة اللي جايه. تابعوا معانا عشان يوصل لكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا يا شباب احنا النهارده في ناس كتير جدا مش عارفه هي بتكسب او بتخسر من مشروع تربيه الارانب. قبل ما اقول لكم احنا بنكسب وبنخسر ازاي، طبعا كلكم شايفين الميه اللي على الارانب ديت اهي يا شباب. لسه دلوقتي راشش دايزانون اردني 60% على الارانب يا شباب علشان الوقايه من الجرب. ما بنرشش في المزرعه نهائي غير دايزانون اردني 60% عشان الوقايه من الجرب يا شباب. فاحنا لسه راشين دلوقتي ولسه ما عرفناش. كلام سليم؟ طيب بكل سهوله هعرفك ازاي تحسب المزرعه، لان دائما كل المربين بيروح يبيع ارانب ويروح يشتري علف يا دوب اللي جاي على قدر اللي رايح، وساعات لو خد له مثلا صرف اي مبلغ فما بيبانش، ما هوش عارف هو كسب قد ايه. المفروض اي مشروع يا شباب عشان تشتغل فيه لازم تعرف انت بتكسب قد ايه منه كل شهر، وامتى بتلم نفسك فيه، وامتى بتخسر فيه، عشان تعرف تتعامل مع المشروع نفسه. هحسب لكم بطريقه سهله جدا. اول حاجه، لو انت جبت مثلا خلينا كمبتدئ 10 نتايات وذكرين، ازاي تحسب الارانب دي بتكسب قد ايه كل شهر، وازاي هتحسب من امتى بالظبط؟ اول حاجه يا شباب امسك ورقه وقلم معايا كده عشان اعرفك انت بتكسب قد ايه كل شهر. امسك ورقه وقلم. هنجيب 10 نتايات ب 6000 جنيه، 10 نتايات ب 6000 جنيه، وذكرين هنجيب لهم كمان ذكرين ب 1200 جنيه، 1200 جنيه. يعني زي دراسة جدوى بسيطة لمشروع تربية الأرانب. كلام سليم؟ بس هي مش دراسة جدوى، هي حاجة شبه كده عشان بس أوصل لك المعلومة إنك بتكسب قد إيه. طيب هنروح نجيب كمان بطاريتين، 3 بطاريات أرانب على قد ال10 نتايات وذكرين. البطارية 4 عيون وتكون مجلفنة شكل ده يا شباب، شايفين علامة الجلفنة اهي. بطاريات زي ديت سلك 2.5 على 3 محمل ومجلفن ومتظبط. بكام يا شباب؟ في منها 3 بطاريات هيعملوا 9000 جنيه، في منها 3 بطاريات هيعملوا 10000 جنيه. اللي تعجبك تجيب مني. كلام سليم؟ طيب ايه تاني؟ هنحسب 10 شكاير علف 25 كيلو ب 4500 جنيه. احنا بنبيع علفنا النهارده الشكاره ب 450 جنيه علف مزارعنا. كلام سليم؟ يبقى مثلا وليكن احنا حسبنا العلف وحسبنا اللهم صل على سيدنا محمد، حسبنا البطاريات وحسبنا الارانب. طيب بعد 90 يوم ما تجيب الارانب، طبعا احنا بنبيع هنا على 70 يوم يا شباب. احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل لتركيبه علف قويه جدا بتطلع لنا الارنب على 70 يوم 75 يوم من 2 كيلو ل 2 كيلو ونص. بنطلع الفطام ما شاء الله من كيلو، من 900 جرام لكيلو، وساعات كيلو 100 كمان. طبعا اي حد عاوز يشوف الفيديوهات ديت على المباشر، عاملين لكم فيديو على المباشر اسمه متابعة الفطام من عمر يوم ل 70 يوم، من يوم ما الارانب اتولدت لحد ما اتباعت. الفطام طالع كيلو، والاوزان على 70 يوم طالعين 2 كيلو و2 كيلو ونص على المباشر. 500 ارنب كان معمول عليهم التجربة، مش ارنبة واحدة. من يوم ما اتولدوا كانوا طالعين بتواريخ معاكم لحد ما بعناهم.
كلام سليم يا شباب. طيب انت بقى هتحسب ازاي؟ انا اقول لك تحسب ازاي. من يوم ما الارانب تنزل لحد ما تبيع اول دفعه هتصرف الارانب مثلا ال10 نتات والذكرين ضمت هيصرفوا عليك مثلا حوالي مثلا 20,000 مثلا 20,000 جنيه علف بارانب ببطاريات. كلام سليم. 20,000 جنيه. كلام سليم. طيب احنا بعنا اول مره من وراهم من ورا ال10 نتايات بعنا منهم النهارده طبعا الكيلو ب 100 جنيه يا شباب. بعنا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد بعنا ب 10,000 جنيه. يبقى كده عندك اصل المشروع ثابت عندك في البيت بكام؟ ب 10,000. مالناش دعوه بقى انت شارب كام، احنا طلعنا كده من حته انا شارب كام وصرفت ايه وعملت ايه. انا صرفت 20 لحد ما بعت اول دفعه، يبقى انا بعت النهارده ب 10,000. كلام سليم يا شباب. بعت ب 10,000 النهارده، هاجي بقى من اول النهارده واقوم شادد خط وكاتب مصروفات الارانب. رحت مثلا جبت تاني 10 شكاير علف ب 4,500. حلو. ورحت جبت لي شويه فيتامينات وهي سيلينيوم واملاح ومجموعه احماض امينيه وظبطت الدنيا كمان ب 1000 جنيه، بقى 6,000 جنيه. رحت بعت بقى في اخر الشهر بكام؟ اخر الشهر بعت مثلا ب 10,000 جنيه، يبقى انا كسبان 4,000 جنيه. 4,000 جنيه. ماشي يا شباب؟ ماشي يا شباب. يبقى احنا دلوقتي بالراحه حسبنا التكلفه بتاعه ال10 نتايات وذكرين عاملين 7,200 جنيه. حسبنا العلف 4,500 جنيه. حسبنا البطاريات ب 10,000 جنيه مثلا وليكن من اعلى حاجه الثلاث بطاريات. يبقى دلوقتي احنا وقفنا على اول ما بيع اول دفعه. بعنا اول دفعه ال10 نتايات ربنا كرمهم مثلا وليكن ب 70 ارنب في 2 كيلو عاملين 140 كيلو في 100 جنيه ب 14,000 جنيه. بعنا ب 14,000 جنيه من اصل حوالي 20,000 جنيه او واحد او خليها 22,000. كلام سليم يا شباب. يبقى احنا اول دفعه بعنا بكام؟ ب 14,000 من اصل المبلغ. احنا سعر النهارده 100 جنيه طبعا شكل ما احنا عارفين. احنا بنتكلم يعني الفيديو النهارده 10/1/2024. كلام سليم. بكلمك بتاريخ اليوم عشان الاسعار راحت او جت او يمين او شمال تبقى انت عارف احنا عاملين دراسه الجدوى بناء على ايه. كلام سليم. طيب بعد ما بعنا خدنا ال 14,000 اللي احنا بعنا بيهم ده هم هننزلهم من اصل المبلغ اللي احنا شغالين بيه ونبدا نصرف بقى. من بعد بدايه مبيع اول دفعه بتبدا تصرف، تحط كل حاجه بتصرفها في المزرعه بتجيدها. ماشي؟ يعني اول ما بيع دي ما بتحسبش تمام. وزي ما قلنا في ناس بتبيع بره على 120 يوم، احنا هنا ما شاء الله بنبيع على 75 يوم يا شباب. على 75 يوم. خلي بالك في حاجات بسيطه جدا بتخليك تعرف انت كسبان ولا خسران. ممكن تقعد تاكل الارانب وتخسر وتصفي وتطلع من غير ما تعرف انت بتخسر ليه. ما هو في علف بتسحب منه كتير جدا وتحويله يبقى ضعيف جدا. يعني في ناس بتفطم 300 جرام و400 جرام. فالموضوع مش كده. لازم تعرف انت جايب علف منين، ولازم تعرف انت جايب ارنب منين، ولازم تعرف انت شغال ازاي. وتابعوا الفيديوهات الجديده ان شاء الله بتاعت التربيه من مزرعه الجيزه ان شاء الله باذن الله شهر ولا حاجه ونبدا في شغل في مزرعه الجيزه ان شاء الله. نسلم البطاريات بتاعتها قريب ونبدا نصور لكم من برضه من مزرعه الجيزه جنبكم عشان اي حد من القاهره يحتاج حاجه ان شاء الله يلاقيه. يبقى بعد يا شباب ما قلنا احنا هنصرف، صرفنا 14,000 بعنا ب 14,000. عملنا ايه دلوقتي؟ مسكنا ورقه وقلم، رحت جبت كمان 10 شكاير علف ب 4,500 جنيه بجيدهم. رحت جبت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد ب 1000 جنيه ادويه ولا حاجه، فيتامينات هي سيلينيوم والف دال واملاح ومجموعه احماض امينيه شكل ما احنا متعودين مع بعض. كلام سليم. يبقى دي تاني حاجه. طيب كده انا صرفت حاجات ب 6,000 جنيه. رحت بعت الدفعه الجايه ب 14,000 جنيه، يبقى انا كسبت 10,000 جنيه او 9,000 جنيه. يبقى الام عندي كسبت في ال 45 يوم التانيين او ال 40 يوم التانيين مبلغ وليكن اللي تبيع بقى هتخصم منه مصاريف. هي دي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تحسب انت بعت ايه بالظبط عشان تبقى عارف. غير كده هتتنيك تايه وما انتش عارف ايه اللي بيحصل. يبقى دلوقتي هنبيع اللي هنبيع بيه يا شباب هيتخصم من تكلفه المشروع الاولانيه، وبعد كده نبدا نجيب علف جديد بيتسجل
جبنا مثلا في حبه فيتامينات وادويه بتتسجل، جبنا مضادات حيويه للارانب مثلا الوالده بتسجل، جبنا اي حاجه بتسجل، وبعد كده المبيع بنبيع ونقسم المصروفات نعرف احنا كسبنا كام. في ناس مثلا ممكن تاكل الارانب علف، يقول لك العلف رخيص شويه، ممكن بدل ما تاكل 70 يوم او 75 يوم معانا تاكل من علف تاني 100 يوم او 110 يوم او 120 يوم او 90 يوم. فدي كلها تكاليف عاليه عليك، احسبها. ممكن احنا ما شاء الله عندنا خصوبه طول العام قويه جدا. طبعا مش هنطلع لتفاصيل تانية، خلينا زي ما قلنا دي الحركه الوحيده اللي انت تقدر تحسب بيها انت بتكسب او بتخسر. ما تنساش تضغط لايك وتشترك معنا في القناه. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.